السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ والنهاردة الفيديو المنتظر. النهاردة هنعمل وهنقول على اسرار السمك المقلي من اولها لاخرها. تابعوني لاخر الفيديو هتستفيدوا جدا. يلا بينا نشوف المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة معايا 2 كيلو سمك حبايب قلبي بلطي، وزي ما انتم شايفين متنضف كويس جدا، وشلت السفة من هنا ومن هنا، ونضفته من البطن كويس قوي، وشلت السواد اللي بيبقى في الجناب من هنا علشان المرارة. وانا كنت عامله لكم فيديو مخصص لتنظيف السمك، ابقوا شوفوه على القناه للبنات اللي لسه مبتدئين. معايا هنا توم. طيب احنا بقى هنقول اسرار السمك المقلي النهارده، ركزوا معايا. معايا توم كتير، كميه توم كتير، معايا ليمون، معايا خل، معايا ملح، معايا كزبره خضراء مقطعه، معايا شبت مغسول ومتقطع، معايا معلقه سكر، معايا شطه زي ما انتم شايفين كميه الشطه. ويا ريت الشطه يا حبايب قلبي تنقوها اللي بتقطم كده زي ما انتم شايفين، سامعين التكه دي؟ عشان تقعد معاكم فتره في التلاجة ما يجرالهاش حاجه. ومعايا قرن واحد فلفل عشان اعمل معادله في الطعم. نقول بقى الاسباب اللي احنا حطينا الحاجات ديت. نقول الاسباب. اول حاجه قلنا التوم. التوم عشان سمك يعني توم، معروفه، سواء مشوي سواء مقلي، سواء مشوي سواء مقلي، السمك بيحب التوم جدا. طيب ليه يا زهرة حطيتي سكر؟ ليه حاطين هنا معلقه سكر؟ ده ضروري جدا عشان احنا هنا عندنا خل، هنا عندنا كميه خل، معلقتين 3 خل. طيب ايه يعني استفدت ايه لما انا حطيت خل مع السكر؟ الخل طعمه لازم، السكر طعمه محلي، فكده هيحصل توازن في الطعم. تمام. طب انا هاجي هنا بقى للتوابل اللي هي اهم حاجه في الموضوع. معايا هنا كركم، معايا فلفل اسود. ليه انا حاطه فلفل اسود؟ عشان قلت كتير قبل كده وبقول تاني للبنات اللي لسه بادئين في المطبخ، طالما حطينا في الوصفه كركم حبايبي يبقى لازم احط فلفل اسود، عشان ماده الببرين اللي في الفلفل الاسود هي اللي بتساعد الجسم على امتصاص ماده الكركمين اللي في الكركم. والكركم غني عن التعريف عن فوائده، يعني فوائده لا تعد ولا تحصى. معايا هنا معلقه كبيره كمون حصى، وانا معتمده انني متعمده ان انا احطها حصى علشان هي لما بتكون لسه مبروشه جديد بتطلع روايح وزيوت عطريه. معايا معلقه كبيره كزبره جافه، معايا نص معلقه صغيره شطه جامايكا اللي انتوا شايفينها، ومعايا معلقه صغيره جنزبيل. والجنزبيل هنا فيه انزيم بيطلع بيسوي لي السمكه بسرعه، بيدخل على البروتين اللي في انسجه السمك بيسويها لي بسرعه، وكمان بيطرد الزفره. واضح كده؟ طيب هنا ليه بقى انا معتمده ان انا احط كمون؟ هنا يا حبايب قلبي في الوصفه في ليمون، وطالما في ليمون يبقى لازم كمون. ليه بقى؟ عشان الليمون لما بتمزج مع الكمون الليمون ريحته قويه، فما بيتمزجوا مع بعض هو والكمون بيطلع الزيوت العطريه اقوى، يعني بيطلعها بطريقه اقوى، فتطلع تست اعلى. فاهمني؟ طبعا الشبت سبب ان احنا حاطينه لان السمك بيعشق حاجه اسمها الشبت والبقدونس والكزبره والاعشاب العطريه. تمام. وهنا معايا ملح. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. وهنا حبايبي جبت الكبه وحطيت الفلفل اول حاجه، وهنزل الملح عشان يبقى حدقها كويس، وهنزل الثوم كميه كبيره يا حبايبي، والتوابل والبهارات، الخل، عصير الليمون. في بقى حاجه لازم اقولها لك، ليه احنا بنحط دايما عصير ليمون واحنا بنقلي السمك او بنشوي السمك؟ لان الزفاره اللي بتطلع من السمك سببها العضله بتاعت السمك. العضله دي بيكون فيها مادتين هما اللي مسؤولين عن زفاره السمك. اسمهم ايه؟ اكسيد الثلاثي ميثايل امين واكسيد الثنائي ميثايل امين. بس اكسيد الثلاثي اكتر من اكسيد الثنائي. طيب المادتين دول حبايبي قلويين، فاحنا دايما بنحط خل وليمون عشان هما حمض، فاحنا بنعادل
الماده دي وبنسكنها عشان ما تطلعش وتفيع وتنتشر. فلازم تبقوا عارفين احنا خطوه الليمون دي ليه دايما احنا بنحط ليمون وخل في الاسماك، دي السبب العلمي يا حبايبي. هبدا بقى اخفق كل المكونات دي. بسم الله. ودلوقتي يا حبايب قلبي بعد ما فرمت الفرم الناعم دوت زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله، هبدا احط الشبت. واشمعنى حطيت الشبت في الوقت ده، ما حطيتهوش في الاول يا زهره علشان ما يتفرمش زياده عن اللازم ويعمل لي عجين، لا انا عايزاه بس ياخد ايه تكه كده في المفرمه، في الكب قصدي. اهو يا حبايبي. وابدا انزل المكونات اللي طلعت فوق على جناب الكبه بالراحه خالص، وابدا اديها بقى ايه الفرمه بتاعتها عشان ناخد النتيجه النهائيه. وهنا خلاص خلصت فرم المكونات مع بعض، وادينا للبقدونس قصدي الكزبره والشبت لفه معاهم. وهنبدا بقى نضيف المكون اللي فيه السر الاكبر وهو الزيت، ويا ريت يكون زيت نباتي نضيف. اهو انا حطيت كميه كبيره حلوه كويسه يعني. طيب ليه حطيت الزيت في الاخر؟ انا عايزه لفه واحده بس فقط لا غير، اهو بس مش عايزه غير كده. ايه السبب بقى؟ عشان انا لو ضربت الزيت زياده عن اللازم هيعمل لي اومولشن. يعني ايه اومولشن؟ يعني مستحلب بياض، هيحول لي اللون الاخضر ده لبياض، وانا مش عايزه النتيجه دي. فلازم نخلي بالنا من التكات البسيطه دي، بتفرق معانا يا حبايبي. ودلوقتي يا حبايب قلبي هنجيب السمك، شايفين ما شاء الله تبارك الله متنضف كويس جدا اهو، كله متنضف زي الفل. وشايله هنا الجوانب السوداء اللي بتبقى هنا اللي هي بتعمل مراره. وهنجيب بقى الخلطه الجباره دي ونحشي السمك وايه ونحط. تمام اهو يا حبايبي، من هنا برضو من هنا اهو. حبايبي اهو. وهنا يا حبايبي جهزت كوبايه دقيق وعليها معلقتين كبار نشا. وليه فايده النشا؟ النشا فايدته هنا هيعمل لي حاجتين، هيديني قرمشه للسمك للطبقه الخارجيه، وكمان هيمنع لي اسوداد السمك وهو اثناء القلي في الزيت. خلاص كده هنبدا بقى نضيف ده على ده زي ما انتم شايفين. وهبدأ أضغط بإيدي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تبارك الله، وانفض كويس قوي واجنب واجيب التانية اهو يا حبايبي اهو. ونروح بقى على القلية ونشوف. وهنا يا حبايبي لازم يكون الزيت سخن زي ما انتم شايفين، واسمع الصوت ده اهو اهو. واكون مسخنه الوك كويس قوي، واكون مسخنه الماده الدهنيه الزيت يعني، واضح كده
اهي يا حبايبي، واسيبه بقى ياخد راحته في القليه، وما اجيش يمته خالص، ولا اوطي نار ولا ازود نار ولا اقلب في الوقت ده خالص. ليه؟ لان لو قلبته دلوقتي او كمان شويه هيتهري مني. اما انا اقلب امتى؟ لما يجي وقتها هقول. شايفين بقى الحواف البني دي كده بقى؟ هنا اقلب، ابدا هنا ايه اقلب، وزي ما انتم شايفين قلبنا السمك، ونسيبه بقى ياخد التسويه على الجهه الثانيه، ونشوف هنعمل ايه. واهو يا حبايب قلبي انتهينا من قلي السمك، ما شاء الله تبارك الله، وريحه الخلطه جباره. امشوا على الخطوات وامشوا على النصايح واتبعوا الخطوات اللي انا قلت عليها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.